الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي. كابتن سعفان، ايه، راضيين عن النتيجه والاداء ولا مش راضيين؟ لا، راضيين عن النتيجه، لان برضو زي ما حضرتك قلت، انا الاول بحيي الكابتن خالد لطيف والكابتن علاء نبيل والكابتن اسلام الشاطر. الشوط الاولاني كان فيه استحواذ للمقاولين بس بدون فعاليه على الجون. يمكن انا ما فيش فعاليه، ما فيش حاجه جت لعواد، تسديد احمد مودي اللي جت جنب القائم، بس بالعكس الشوط الاولاني كان فيه هجمه لينا، ابو سعود صدها على مرتين. يعني بعد كده الشوط الثاني برضو ما فيش حاجه جت لنا. فهو الشوط الاولاني كان فيه نسبه للمقاولين، واحنا الشوط الثاني كنا يعني هجوم كان جامد جدا من ناحيتين ومن نص الملعب. بس مفيش حاجات برضو مؤثره على المرمى. مؤثره هو لكن عواد ما مسكش كوره خالص مش ولا عشان ولا ولا ابو السعود مسك كوره، والحمد لله. يمكن دي اهم حاجه عندي وعند كابتن محمد يونس، ان حراس المرمى يطلعوا نضاف النهارده، والحمد لله. المباراه برضو يعني يمكن ده اول تعادل لينا في المقاولين العرب. احنا طول عمرنا في المقاولين العرب بنخسر. فالنهارده يعني الماضي كان 2-0. فالحمد لله السنه دي يعني كسرنا القاعده شويه. الكابتن ميدو يمكن حاول يدفع بتغييرات هجوميه في الشوط الثاني. الشوط الثاني هو حاول ان يعني كينيس بدل حسني عبد ربه، وابراهيم حسن بدل محمود حمد، يعني طابع هجومي شويه. لان برضو الكابتن سمير بدل بقى مجدي، لان الكابتن ميدو برضو لاحظ ان المقاولين يعني طلع كل ما عنده الشوط الاولاني. الشوط الثاني يعني انا اسف في التعبير، بس هي دي اللي احنا شفناها من بره، ان هو المقاولين وقع بدنيا شويه. عشان كده ابتدى الكابتن ميدو يهاجم من على الطراف، من ناحيه احمد سمير، او من عند كينيس، او من عند نص الملعب، المجموعه في نص الملعب زي ابراهيم حسن. بس ما حصلش توفيق النهارده، والحمد لله نتيجه تعادل مرضيه للطرفين. ميدو كان بيعترض في الشوط الاول على ضربه جزاء، وفي نهايه الشوط الثاني المقاولين كان بيطالب بضربه جزاء. لا ما فيش ضربات جزاء النهارده. سامع كابتن، ده نازل جنبه، سامعه بيقول له يا كابتن ضربه جزاء. كرياكشن لاي مدير فني، او برضه الناحيه الثانيه برضه، ما الاخيره دي ما كانش ضربه جزاء خالص، وجهاز المقاولين العرب كله جري على التراك برضه عشان يحصل ضربه جزاء. بس بقول لك ضربه جزاء. بس انا الحمد لله انا بهدي الجميع دلوقتي، انا ما بقتش بعمل حاجه. لا الحمد لله راضيين على النتيجه. الحمد لله احسن من اي حاجه، والحمد لله قبل النتيجه وقبل اي حاجه ان الحمد لله مفيش حد طلع مصاب النهارده. دي اهم حاجه، لان احنا بنلعب كل 4 ايام مباراه. المباراه الجايه ان شاء الله مع الداخليه في اسماعيليه يوم السبت الجاي. اتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ب3 بونت. كابتن سعفان، بشكرك وكل التوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله. خليك، وبشكر كل اللي في الاستوديو، والتوفيق ان شاء الله. شكرا.